بالنسبه لاي شخص ان هو يبتدي حاجه لوحده ده صعب، بالنسبه لبنت تبتدي حاجه بعديها ده اصعب. ده اصعب. الناس بتكره المهندسين والبنات، انا الاثنين. يعني انا شايفه ان انا بنت من الصعيد دي ميزه. عارفين ايه اصلا ايه الربو عامه؟ ايه تاثيره على الشخص؟ الرب دي مشكله في الشعب الهوائيه. الشعب الهوائيه بتنقبض ما بتستناش انبساط تاني، هي بتعمل كده عندي ما بتعملش كده تاني بقى. فوانس ان هي عملت كده النفس بيبدا يروح. بس كان اول مره اتعب في الشارع وانا حسيت ان النفس قطع خالص. انا بقيت اصوت، انا بصوت بجد في المستشفى. هي بتقولي بتصوتي ليه؟ انا مش قادره اتنفس. انا في ناس كانت بتحط ضفرها جوه ضفري علشان تحاول تفوقني. انا مش هفوق كده يعني، مش دي الطريقه اصلا يعني. انت بتوجعني اللي هو لا انا مش عايزه انزل تاني، مش عايزه انزل تاني علشان انا خايفه اتعب في الشارع للمره الثانيه. انا ببقى محرج في المكان اللي تحصل فيه ازمه. انا لما بفوق من المكان انا عايزه امشي، مشوني من هنا، مش قادره استحمل نظره الناس ليا. تقريبا اول حد اتكلم معايا في حاجه زي كده دول كانوا الفيصل اللي غيروا حياتي. اول حاجه الرب، تاني حاجه لما تيتا توفت. يعني انا ستيل دماغي مفكره ان انا رحت عندها البيت دلوقتي انا الاقيها قاعده مستنياني، بس بنحاول نتعايش. يعني انا ما كانش عندي كوتش ازماتيك، عمر ما كان هيبقى فيه سويفت، عمر ما كان هيبقى فيه جهاز لمرضى الرب، عمر ما كان هيبقى فيه الحاجات دي كلها، صح؟ انا فاكره ان انا وانا في الجلاله انا تعبت قبل ما اعمل بيتش، رحت المستشفى وطلعت من المستشفى، رجعت عملت البيتش ورجعت تاني اوضه. انا راضيه باللي عندي، بس انا نفسي يروح. بس لو الحاجه دي او المرض ده هو خير ليا انا تمام، ما عنديش مشكله، خليه.